المشوار بالطوابع ذات نفسها كسفير للدولة، بالتبادل، بالشراء من اماكن البائعين في الاسكندريه، بتجميع الخطابات القديمه، الى ان توصلت لمجموعه من بائعي الاسكندريه سواء كانوا اجانب موجودين او الاشتراك في جمعيه للتبادل والمراسله، لغايه ما كونا مجموعات مصريه من اول اصدارات الطوابع المصريه سنه 1866 الى احدث اصدار حالي موجود في الاسكندريه. مع بدايه المشوار بتكتفي بالطوابع، بتقف عند حد معين، بتحاول تعمل لقاء اخر مع الهوايه، تبتدي تدخل في العملات كنوع من التاريخ المصور، لان قطعه العمله اللي بتعرض هي عباره عن وجه يحمل تراث وتاريخ وحياه قديمه مصريه بمختلف المستويات على الوطن المصري او القطر المصري. بعد كده بنحاول نهتم بتجميع القطع النادرة، بالإضافة إلى مزج هذه الهوايات بالوثائق والمستندات والكتب والمراجع. توسعت في النادي بشكل أرحب شوية، اهتميت بالصحافة كجرايد، فعملت دراسة بحثية بقالها دلوقتي 3-4 سنين اسمها صحافة بلا حدود، عن تاريخ الصحافة المصرية من عهد محمد علي، من أول وقائع المصرية إلى أحدث إصدار حالي موجود بيصدر حتى 2010، حتى هذه اللحظة اللي احنا موجودين فيها. بتتصنف، بتعمل لها كارتات بحث خاصة بيها بالمقاس، بالمقاس، بالوقت اللي هو اللي موجود فيها، برئيس مجلس إدارة، بالعنوان هل بتصدر شهرية ولا مش شهرية. كل هذه الأشياء خلتني أعشق الصحافة القديمة، فعملت تصنيف كويس جدا بالنسبة للصحافة كأرشيفات. عملت أرشيفات للوطن العربي أو الدول العربية، سوريا ولبنان، السعودية، قطر ودبي، البحرين، الكويت، بالإضافة إلى دول الأندلس، تونس والمغرب والجزائر، بعد كده الدول الإفريقية، بالإضافة إلى تصنيف الجرائد كموضوعات، زي مثلا موضوعات حرب أكتوبر 73، قيام الثورة، القناة، انتخاب جمال عبد الناصر، او التنحي، محمد نجيب. كل دي احداث كانت قائمه، كان الجورنال هو اللي بيعرضها للقارئين، بالاضافه الى التغيير الوزاري المختلف من عهد مثلا الخديوي وعباس حلمي الى العهد الحالي. كل ما خرج من جرائد تحمل التغييرات الوزاريه. اي هوايه او اي تجميع لمقتنيات قديمه بتعرف اي انسان بيحب ويعشق هذه الهوايات ان هو لازم يتعرف على ناس بيكونوا منضمين لهذا المجتمع اللي بيقولوا عليه المنغلق على نفسه. ولكن انا خدت الموضوع باوسع وارحب شويه، بحيث ان انا قدرت استغل هذا الكم من الوثائق والمستندات والجرائد. بديت اكتب في الجرايد، فبديت اكتب مثلا عن تطور الجنيه المصري من عباس حلمي للعصر الحديث بالمعلومات وبموثقه وبالصور. قدرت اكتب تطور وثائق الزواج من عصر محمد علي الى فتره الستينات او السبعينات بالصور والوثائق. قدرت اكتب عن السقا عاش، او زي ما بيقولوا السقا مات، نجمع الحاجات بتاعه السقا والمقتنيات بتاعته. قدرت اكتب عن نعيما مقدما، مهنة الحلاقة التي لا تنتهي او التي لا تفنى ولكنها باقية ببقاء البشر، بالادوات، بالرخص بتاعة زمان اللي كانت بتحمل نوع من الحضارة والثقافة. قصة الطربوش هو من عهد محمد علي اولا، ولكن ليه قصة ظريفة جدا. ان الطربوش ده انا بعتبره كان بيمثل نوع من الزي الرسمي للشعب المصري، زي مثلا ما كان البرقع للسيدات والبيشة والخمار والحاجات دي كلها. فبرضك كان الزي المصري زمان هو الطربوش، حتى كان ليه احترامه. انك انت مثلا مجرد انك انت تدخل على حد، لازم زي مثلا الضابط دلوقتي لازم يدخل عسكري بيعظم له تعظيم سلام بالبريه وهو لابس الكاب. فدي كلها اسمها نوع من الزي الرسمي، بالاضافه اللي كان لنا احترام حتى في اللبس ذات نفسه. والطربوش كان عادة بيستورد من الخارج، الى ان قام احمد حسين باشا بعمل مشروع اسمه مشروع القرش، وهذا ما سوف اكتبه في الفترة القادمة، موضوع اسمه الطربوش اصله قرش. ايه مشروع القرش ده؟ كان ايام السلطان حسين كامل، ابتدى يعمل مشروع ان هو يجمع قرش تبرع من كل مواطن، ويصدر طوابع مختلفة مكتوب عليها مشروع القرش، ميداليات، بحيث ان كل واحد يتبرع يعمل مشروع وطني خاص بتصنيع الطربوش داخل القطر المصري بدل ان يستورد من الخارج.
فبهذا الشيء عمل مصنع وشغل عماله كتيره جدا، وابتدى يطبع او يصنع هذا الطربوش في مصر، وقوبل بترحاب من بعض الناس وقوبل بهجوم من اناس اخرين، ولكن استمر الطربوش هو الزي الرسمي الى فتره يعني قيام الثوره. بعد كده انتهينا عند الزي اللي احنا بنشوفه دلوقتي، الكاجوال والحياه الطبيعيه اللي احنا شايفينها.